السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نهاركم فل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. يا رب تكونوا دايما بخير يا حبايبي، ويسعد صباحكم بكل خير ورزق وهنا وجبر الخواطر. صباح الفل والياسمين عليكم يا حبايبي. ربنا يرزقكم جميعا من واسع فضله، ويرزقكم الستر والصحة وراحة البال. ادي الكريم يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي، انا قمت من النوم الصبح كده. الكلام دوت ايه، الفيديو دوت نزل لكم النهارده، بس هو الكلام ده كان امبارح. ماشي، مشيت بقى ولادي على المدرسه، دخلت بقى على المطبخ، روقت الرخامه بتاعتي، وعملت لي كوبايه شاي كده. قلت ايه، اظبط اليوم بتاعي وكده. وبحبه شاي بالنعناع ساعه صبحيه يا بنات. وايه وكان عندي لبن جايباه حطاه في الفريزر، نزلته فضيته بقى في الكيس، وقلت ايه، اغليه علشان بحبه ان انا اشيله ويطلع لي قشطه. يعني لما بجيب لبن ما بعملوش في نفس اليوم، لا بغليه واحطه في التلاجة يقوم عامل لي القشطه الاول. خلاص يا بنات، وروقت الرخامه بقى ولمعتها، وعملت اللانش بوكس بتوع الولاد، ورتبت الدنيا في الغرف بتاعتي وفتحت كده، خليت الايه الهوا يدخل، عشان طبعا انتوا عارفين اليومين دول يومين برد على الناس كلها. ربنا يشفي كل مريض يا رب، يا رب يشفي مرضانا ويشفي كل مريض يا رب. فمسكت بقى ايه، فتحت الاوض وطلعت البطاطين والمفارش على الحبل يعني، عشان يتهوى كل يوم ساعة صبحية كده. خدي الفرش كده طلعيه على الحبل، خليه يتهوى، خلي الدنيا تبقى ايه فلة كده عندك في الغرف. مسكت بصراحة غرفة غرفة، ظبطت الدنيا وشمست الفرش. انا ما عنديش شمس عموما يعني، بس طلعته في الهوا. وفضلت بقى، انا بحب افتح يا بنات ساعة صبحية كده، بحيث ان ايه يغير نفس الأوضة، عشان لو في بقى برد ولا حاجة عندنا يطلع، فاهميني؟ محدش يتعدي. المهم يا بنات ايه، بعد كده بقى قمت راجعة تاني للمطبخ. كان عندي بقى المواعين ديت، مواعين الفطار بتاعت الولاد، الشاي بلبن وكده. وكان عندي كام طبق كده، روقت التلاجة. والله يا بنات عايزة افضي التلاجة وعايزة اغسلها برضو، هعملها معاكم. المهم ايه، نزلت بقى الاطباق كلها، خرجت الحاجة اللي في التلاجة وظبطت الدنيا. وبعدين بقى ايه، قلت الم بقى المواعين دي واغسلها. بس انا برضو عايزه ايه اقول لكم على حاجه يا بنات، انا عايزاكم يعني تعملوا يعني خطه كده لليوم بتاعكم. ما تسيبوش ان هو ماشي وخلاص. لا، انا عايزاكم ايه، انا عارفه ان انتوا اكيد شاطرين. طب خليني اقول الكلام ده للبنات اللي زي بناتي كده، ايه بيسمعوني، انا عارفه. عايزاكم كل يوم ساعه ما تقوموا الصبح كده تعملوا خطه لليوم بتاعكم. اول حاجه ان انت تقراي الورد بتاعك، وتصلي الفرض بتاعك، وتخلي دايما في لسانك الذكر دايما دايما. طول ما انت قاعده، طول ما انت واقفه على الحوض، يعني انا كده واقفه على الحوض، انا مش واقفه ساكته بصراحه، انا واقفه بستغفر بصلي على النبي، فاهمني؟ آه بقول الحوقله طول ما انا في المطبخ او انا بعمل اي حاجه. لازم يكون لساني بذكر ربنا فيه، لازم. والله لو داومتوا على النقطة دي يا بنات، هتلاقوا، هتحسوا بفرق جامد، هتحسوا بطاقة مختلفة، هتحسوا ان انتوا عندكم اقبال على الحياة. بعد يعني الواحد لما بيخش شوية في العمر كده بتحس ان هو فاقد للشغف، فاهميني؟ انما لما بتذكري ربنا وتصلي على النبي و... وتقولي الاذكار عموما، يعني حتى الا بذكر الله تطمئن القلوب، فاهميني؟ فانت دايما خلي وقفتك على الحوض بثوابه. وغير كل ده بقى، احتسبي اي حاجة بتعمليها لوجه الله تعالى. يعني انا دايما ايه، بمر بضغوطات، اكيد كلنا بنمر بضغوطات، اقول يا رب انا بحتسب لوجهك الكريم، يا رب عيني وقويني. ودايما اطلبي من ربنا العون، يعني دايما اطلبي منه يا رب عيني، يا رب قويني. لان احنا من غير ربنا معانا، احنا مش احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه. فانت دايما قولي يا رب عيني، يا رب قويني، فاهميني؟ هتحسي والله ان الحياه اختلفت معاكي، وهتحسي ان انت بقى عندك شغف وعندك اقبال، فاهميني؟
المهم يا بنات انا مسكت بقى المواعين بتاعتي كلها خلصتها. طبعا انا كنت عامله الرخامه كلها معاكم بالمطبقيه في الروتين اللي فات دوت. النهارده بقى عملتها بعد ما خلصت المواعين دي. لازم اساسي يا بنات بعد ما اخلص المواعين لازم الحوض يداك، والحله الاستانلس بتاعه الحوض، ودرج المطبقيه لازم ادعكه. ما بحبش يكون فيه ميه، لان اللي عندهم مطبقيه صغنونه على الحوض كده عارفين لما في ميه بتقعد فيه بتعمل ريحه، فاهمني؟ فانت لازم اول باول تغسلي الدرج ده، يعني لازم كل يوم يتغسل معاكي زيه زي المواعين، فاهميني؟ شطفت بقى الحنفيات بتاعتي وكل حاجه. طبعا انا وانا بعمل لاولادي الصبح الشاي بلبن خرجت الحاجه من الفريزر اللي انا هستخدمها النهارده، فاهميني؟ انا بصراحه يا بنات بحب لما اكون عامله شوربه فراخ او شوربه لحمه بحب اشيل منها شوربه، يعني ما بحبش ان انا اهدر الشوربه. بشيلها في اكياس التلاجة وبحطها في الديب فريزر. بصراحه يا بنات بتنفعني الشوربه بقى. الكيس اللي انا نزلته انا هعمل منه دلوقتي؟ انا هعمل منه يا بنات باميه ويكا. انا عارفه ان في كتير ممكن ما يكونوش عارفينها، دي اكلة يعني امهاتنا وجدودنا بصراحه. دي وصفه ماما الله يرحمها ويحسن اليها، هي بصراحه اللي كانت بتعملها لنا على طول. كانت بتعمل لنا الويكا دي نوعين: ويكا شوربه اللي انا بعملها دلوقتي، وويكا عدس، باميه ويكا عدس اسمها كده، بس احنا نقول ويكا، اسمها باميه ويكا عدس. وفي ناس بتعملها بعد ما بتستوي يا بنات بتعملها بالمفروك او بالهاند بلندر، فاهميني؟ لا احنا بنحبها حلقات كده، فاهميني؟ والله يا بنات طريقه حلوه قوي وخفيفه. دي بصراحه ما كانتش غدينا، دي كانت بعد ما الولاد جم من المدرسه انا عملتها علشان ناكل ونشوف ورانا بقى دروس مذاكره، فاهميني؟ انا بحب اخلص الحاجه كلها قبل ساعه الصبحيه، ساعه النشاط اللي مش تتعوض دي. المهم يا بنات عملت نزلت كيس الشوربه من الفريزر، على بقى ما شفت اللي ورايا كان الكيس فك، حطيته في الحله. وبعد كده الباميه دي فروزن. انا في موسم الباميه، في موسم الخضار بحب ان انا افرز بقى وهي الحاجه حلوه كده، بس بستنى اما سعرها يهدى شويه، فاهمين يا بنات؟ مسكتها بقى كنت انا غسلاها ومنضفاها ومقطعاها حلقات وشايلاها في الفريزر. نزلتها يا بنات حطيتها في الشوربه اول ما الشوربه غليت، وبعد كده قمت نازله بثلاث فصوص توم، عشان ده تقريبا نص كيلو. نزلت بثلاث فصوص توم مع قرنين فلفل وقرن شطه، وفرمتهم في الكبه او دقيهم في الهون عادي، وبحطهم مع الباميه. اول ما بنزل بالباميه بنزل بالحاجه دي خلاص، واسيبها واسيبها في الشوربه بتاعتها. وبعد كده بقى يا بنات اقوم عامله عامله الطشه بتاعتها. خلاص يا بنات، يعني بعد كده بقوم عامله الطشه بتاعتها. بصوا بقى الطشه بتاعتها زي الملوخيه بالظبط، وبعدين غرفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. بصوا الشكل جميل ازاي. عملت لها الطشه الحلوه قوي نفس طشه الملوخيه يا بنات، نفس الطشه. وغرفتها بقى. بعد كده بقى بعد ما فطرنا وغسلت مواعين الفطار وكده، قلت بقى اعمل الغدا. بص مخبيش عليكم بصراحه، انا كان عندي حته لحمه مفرومه في التلاجة تقريبا 400 جرام، مش مكمله حتى نص كيلو. ماشي، فانا قلت اعمل بيها يعني حتى لو كفته مش هتبقى وافيه. قلت اعمل مكرونه بولونيز حلوه قوي، بعملها حلوه قوي يا بنات والله. لو شفتي الطريقه بتاعتي دي هتعجبك والله، يعني جربوها. بصوا يا بنات انا بشرت بصلايه او في الكبه اي مكان، وبشرت معاها جزرايه، وحطيت في الحله سمنه على زيت. تمام يا بنات. وبعد كده قمت نازله بالبصل والجزر المبشورين. خلاص يا بنات. وشوحت معاهم فص مستكه. فص مستكة ده أساسي مع السمنة، بحطه بصراحة بيودي الأكل في حتة تانية يا بنات. وحتة اللحمة كانت حوالي 400 جرام، مش كبيرة يعني، فاهميني؟ كنت شايلاها في الفريزر. المهم يا بنات بدأت بقى ان انا اشوح اللحمة مع البصل مع الجزر. عايزة اقول لكم ان البصل والجزر بيخلوا طعم اللحمة عسل نحل كده يا بنات، طعمه خطير، فاهميني؟ نزلت بقى بمعلقة فلفل اسمر ومعلقه زعتر، لان انا بحب مع المكرونه زعتر وانا هحط اللحمه دي على المكرونه، فاهمين يا بنات؟ قمت نازله بملح وزعتر بفلفل اسمر وزعتر، وده مكعب مرقه لحمه. خلاص يا بنات، مكعب لحمه حلوه قوي يا بنات والله العظيم، بيعزز طعم اللحمه بصراحه. والجزر والبصل بيدوها تعسيله حلوه، وفي نفس الوقت بيضعفوا الكميه.
خلاص. احنا عايزين بقى نوفر، فاهميني؟ عايزين نلم الدنيا في الغلا اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يا رب يرحمنا برحمته يا بنات. بعد كده قمت جايبه مكعب صلصه يا بنات من اللي انا ايه كنت مفرزاه معاكم. بصوا لما بشيلها كده مكعبات في الفريزر بتقعد معاكي، اقسم لك بالله سنه في الفريزر، في الديب فريزر سنه. انا بحب دايما لما انزل بالصلصه انزل بيها في السمنه عشان اخرج منها الماده الحافظه، عشان ما تعمل لناش حموضه. فاهميني يا بنات؟ وبعدين كنت مجهزه بقى طماطم في الخلاط قد حوالي ايه نص شفشق. ماشي يا حبايبي؟ يعني حوالي ايه ربع كيلو طماطم. ماشي. وبعد كده بعد بقى ما نزلت بالمكعب الصلصه والطماطم اللي انا ضرباها، حطيت يا بنات ظبطت الملح بتاعي عشان خدي بالك حتى مرقه مكعب لحمه، فخدي بالك من الملح. وبعد كده قمت حاطه بقى يا بنات ايه معلقه سكر صغنونه. خلاص يا بنات. وغطيتها بقى يا بنات وايه وسبتها تتسبك وايه. وهنا هسلق بقى المكرونه. هي بتتعمل بمكرونه سباكيتي يا بنات، دي افضل حاجه. يعني المكرونه البولونيز معروف ان هي بتتعمل بسباكيتي. خلاص. عملت بقى المكرونه بتاعتي. كسرتها. بصوا انتوا ممكن تعملوها صحيحه وممكن تعملوها نصين زي ما انا عاملاها كده. انا بعملها نصين عشان لما المها على الشوكه تبقى سهله معايا. فاهميني يا بنات؟ المهم ايه حطيت في الملح ايه يا بنات اللي لسه داخله بقى الشطوره دي. حطيت ملح وشويه زيت. خلاص. بصوا بقى العصاج بتاعي بالصلصه بقوا زي الفل يا بنات. بصوا الكميه بتاعتها. انا عايزه اقول لك ريحتها خطيره. بدات بقى اغرفها في الاطباق بتاعتي. حطيت المكرونه ومن على الوش بقى بحط ايه معلقتين 3 4 كده من ايه من اسمه ايه اسمه ايه من التعصيجة اللحمة المفرومة. بنسى وحياة ربنا. بشكركم جدا جدا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.